السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة وعافية. صبحتكم بأنوار النبي. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصفة اليوم كما تلاحظوا وصفة من التراث الجزائري، وصفة صوفية أصيلة اللي هي سفة محمصة كما يقولوا السوافة، أو بومفور كما يقولوا كذلك صحاب بسكرة. يديروها بالمحمصة ولا يديروها بالمردود ولا بالطعام داك الغليظ. واحد البنة واش نقول لكم، وصفة صح تستحق التجربة. جربوا وصفة اليوم لأنها وصفة تقليدية وبزاف بنينة. بسم الله على بركة الله. هنا عندي محمصة، استعملوا النوعية جيدة. أنا استعملت هنا سيم، استعملوا على حسب أفراد الأسرة. هنا ندير ليها شوي ملح شوي زيت ونغلفوها كاع بداك الزيت مليح مليح. وهنا نفرغوا عليها ماء طايب، ماء يكون مغلي حوالي تقريبا نخلوها، ما نخلوهاش يعني بزاف في هذا الماء المغلي، نخلوها تقريبا واحد دقيقة يعني لا اكثر ولا اقل، دقيقة فقط نحسبوا ليها ونصفوها في كسكاس. نفرغوا عليها كذلك ماء بارد. نشوفوا لما صفيتها نفرغوا عليها ماء بارد، يعني ما تخلوهاش اكثر باش ما تتعجنش. مازال راح نفوروها نخلوها حتى تستقطر مليح مليح مليح، ونديروها في كسكاس ونديروها تفور حوالي تقريبا من 25 دقيقة حتى نصف ساعة. هنا نجو نديرو الدرسة اللي تسماش هاد الحمصة او بنفور تبغي بزاف الحار. هنا درت 2 حرورات، كذلك كمية نتاع الثوم تبغي الثوم، ندير لها كمية نتاع الملح يعني على حسب الكمية اللي درناها نتاع المحمصة. نديرو الملح ونديرو كذلك راس الحانوت وندقو مليح 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 هاد الدرسة. كاين اللي يزيد طوماطيش، كاين اللي يزيد فلفل حار احمر حار اللي هو الحرور الحار. هنا كما لاحظتوا هنا فورتها تقريبا هنا واحد النصف ساعة خليتها تفور. هنا نقلعوا ديك المحمصه نديروها في القصعه ونفوروا هاد الخضر. قطعته مربعات صغيره اللي هو بطاطا زروديه لفت بصله، يعني ديروا واش عندكم. راح نديرها في الكسكاس ونديرها يفور. هنا شوفوا اللي بغى يعاود كيما نقولوا المحمصه مثل الطعام يدير لها شوي ما. انا درت فقط واحد نصف كاس صغير نتاع ماء. اللي ما بغاش يعاودها يعني يبغيها صحيحه كما هي ما يدير ليهاش كاع الماء، يدير ليها يعني غير هاد التوابل وهاد انا شوفوا هنا درت هنا لما عاودتها وشويه نشفت درت لها كميه نتاع الشحمه هذيك الدرسه، شويه تاع طوماطيش تاع قوطي، شويه نتاع توابل نتاع الدجاج، شويه حرور بارد، شويه كركم، شويه راس الحانوت، تقريبا واحد 2 حبات نتاع طوماطيش. راح نخلط كاع هاد التوابل والطوماطيش مع المحمصه. هنا الخضره شوفوا هنايا الخضره راهي فورت ونزيدها فوق دوك الخضره تزيد تفور. نغطيها ونخليها تفور حتى تطيب مره على مره. راح نخلطها هنا خلاص يعني راها طابت، يعني راها طابت وواحد الريحه راها طالعه منها ما شاء الله تبارك الرحمن. غير جربوا لي هذه الوصفه، وصفه بزاف بنينه. الشحم انا درته هنا مذوب، يعني اللي ما عندهش مذوب عادي يدير شحم قطع، اللي بغى يستغنى عليه ممكن يستغنى عليه. كذلك اللي بغى يدير حبيبه نتاع جامبو يعني باش تزيد داك البنه على بنه. هنا راح نخويها وراح ندير ليها ديروا يا سمن يا زبده يا زيت يا زيت الزيتون، يعني واش تبغوا نتوما. انا راح ندير فقط هنا شويه زيت لانها فيها شحم، ودرت لها كذلك الزيت. ندير مغرف فقط تكون كافيه. انا كما قلت لكم يعني واش تبغوا ديروا سمن ديروا زبده ديروا زيت الزيتون.
كما الطعام يعني. انا راح نديرها في طبق تقديم، شوفوها جاهزه يعني زينوها بالشي اللي عندكم. انا هنا درت حبيبات تاع الزيتون، شويه حرور مرقد. هذه هي وصفه بزاف بنينه، غير جربوها، وصفه تقليديه. الا نسيت شي حاجه خلولي في التعليقات. انا درت الوصفه كما تعطات لي، شي بزاف بنينه، سيتها وعجبتني بزاف بزاف بزاف، ووصفه خفيفه يعني تجي في هذا الصيف. نتمنى تجربوا وصفه اليوم، وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفات أخرى. سلام.